اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. هنتكلم في الحلقه النهارده عن انخفاض ضغط الدم. وللاسف الموضوع ده مش واخد حقه زي ارتفاع الضغط، وناس كتير فاكره ان طالما ما عندهاش ارتفاع في ضغط الدم فعادي مفيش مشكله، حتى لو كان في انخفاض في الضغط مش مهم. مع اني عاوز اقول لك ان انخفاض ضغط الدم اخطر بكتير قوي من ارتفاع الضغط، وممكن يؤدي بعد الشر الى الوفاه في حالات معينه. بس ارتفاع ضغط الدم بيبقى منتشر اكتر، وكنا اتكلمنا في حلقه كامله قبل كده عن الضغط وشرحناه بالتفصيل وافضل طرق العلاج بدون اي ادويه، وايه الرقمين اللي بيبقوا فوق وتحت اللي هما السيستوليك والدايستوليك. لو ما كنتش لسه سمعتها تقدر تشوفها وتيجي تكمل معانا الفيديو ده. ومعظمنا قبل كده اكيد سمعنا ان الضغط الطبيعي بيبقى 120 على 80، لكن مش شرط الرقم ده يكون ثابت عند كل الناس، ومش شرط يكون هو ده الرقم الطبيعي. وابحاث كتير جدا بتقول لك ان الرقم ده مش هو الرقم المثالي لضغط الدم، وبتقول لك كمان انه يفضل يكون تحت الرقم ده بحاجه بسيطه. علشان كده وارد مثلا تلاقي حد الضغط عنده 110 على 70 يقول لك ايه ده انا ضغطي واطي، مع ان عادي جدا. ومش شرط برضه كل مره تقيس الضغط تلاقي نفس الارقام حتى لو في نفس اليوم، علشان طبيعي قياسات ضغط الدم ممكن تكون مختلفه على حسب مثلا وضعيه الجسم، واحد واقف واحد قاعد، مستوى الاجهاد، التنفس، واحد مثلا لسه هينام بيبقى ضغط الدم منخفض شويه، واحد تاني لسه صاحي من النوم بيبقى عالي، وفي بعض الادويه بتاثر على ضغط الدم. وانخفاض ضغط الدم بيحصل لما الضغط يبقى 90 على 60 او اقل. وخلي بالك هقول لك على معلومه مهمه جدا يمكن مش كله هيقول لك عليها، ان وارد واحد اتشخص على انخفاض ضغط الدم عند رقمين معينين، بس حد تاني عنده نفس الرقمين دول بس ما عندوش اي مشكله والضغط عنده عادي جدا. يعني مش شرط رقم ثابت، ممكن تلاقي الرقمين السيستوليك والدايستوليك بتوع الضغط عند شخص قليلين شويه بس عاملين عنده مشاكل، واحد تاني تلاقي عنده نفس الرقمين بس عايش عادي جدا ولا بيعاني من اي اعراض. علشان كده ممكن تلاقي اعراض انخفاض ضغط الدم تظهر على شخص شديده جدا، واحد تاني تبقى خفيفه، واحد تالت من غير اي اعراض خالص. طيب وايه هي بقى اعراض انخفاض ضغط الدم؟ عندك مثلا زي الدوخه، بالذات لو واحد مثلا كان نايم وقام ووقف مره واحده ممكن يحس انه دايخ، او في تعب وارهاق شديد من غير سبب واضح ومش عارفين ايه السبب، او في رؤيه ضبابيه تحس عينك كده مزغلله ومش شايف بيها كويس، او مثلا صعوبه في التركيز، وممكن صداع متكرر ومستمر، واضطرابات في النوم او مشاكل في الجهاز الهضمي، وتغير في المزاج والمود. وممكن في بعض حالات انخفاض ضغط الدم يؤدي الى الاغماء وفقدان الوعي. ولو اخدت بالك ففي اعراض شبه اعراض الانيميا، علشان كده من ضمن اسباب انخفاض ضغط الدم الانيميا، ولكن مش دايما ومش كل الانواع. كنا اتكلمنا في حلقات كامله قبل كده عن الانيميا وايه انواعها بالتفصيل والشرح واحسن طرق العلاج، تقدر تتفرج عليها، هتلاقي اللينك في صندوق الوصف تحت. ومن ضمن برضو اشهر اسباب الضغط المنخفض الجفاف، زي قله شرب الميه. عشان كده بنقول كتير في كل الحلقات يعتبر اشربوا ميه كويس، تستناش لحد ما تكون عطشان عشان تقوم تشرب، بالذات في الحر والصيف ده لازم تشرب ميه على طول. او لو مثلا في اسهال او قيء متكرر او في نزيف في الدم، ده برضه بيؤدي الى الجفاف وانخفاض ضغط الدم. او نقص هرمون الكورتيزول في مرض الاديسون ديزيز، لما بيقل الكورتيزول بيؤدي الى انخفاض ضغط الدم، وبيصاحبه برضه انخفاض في مستويات السكر والملح في الدم. او من ضمن الاسباب برضه ان بيكون حد عنده ارتفاع في ضغط الدم بس خد ادويه زياده او بجرعات زياده عملت العكس وادت الى انخفاض في الضغط، او في مشكله في العصب العاشر اللي بيطلق عليه العصب الحائر او الفيجاس نيرف. طيب ومين هم الاشخاص اللي اكثر عرضه ان ممكن يحصل لهم انخفاض في ضغط الدم؟ اول حاجه الستات الحوامل، وده بسبب التغيرات اللي بتحصل في فتره الحمل، وغالبا بيظهر اكتر في اول 24 اسبوع، لكن بعد الولاده ان شاء الله بيرجع الضغط تاني طبيعي زي ما كان. او حد عنده مشكله في القلب او صمامات القلب، او برضه عامل السن والعمر بالذات بعد 65 سنه، او في حد عنده مشكله في الهرمونات او الغدد زي اللي قلنا من شويه اديسون ديزيز، نقص في الكورتيزول، او حد عنده ارتفاع في ضغط الدم ممكن يكون برضه معرض ان يحصل له انخفاض في الضغط، والسبب لسه قايلينه من شويه، لو لسه فاكره اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. او حد عنده حساسيه او عدوى شديده، او حد الدايت بتاعه بايظ ومش بياكل كويس وعنده نقص في فيتامينات ومعادن زي الحديد والفوليك اسيد والبي 12. وانخفاض ضغط الدم في منه انواع. اول نوع معانا وهو الاورثوستاتيك هايبوتنشن، او انخفاض ضغط الدم الانتصابي او الموضعي، وده بيحصل لما الشخص يكون قاعد او نايم ويجي يقوم مره واحده. وفي نوع تاني يعتبر عكس ده وهو انخفاض ضغط الدم العصبي، وده بيحصل في الاغلب عند الوقوف لفترات طويله بالذات في الشباب والاطفال، وبيحصل بسبب سوء التواصل بين القلب والمخ. وثالث نوع هو البوست برانديال هايبوتنشن، يعني انخفاض في ضغط الدم بعد الاكل تقريبا بساعه او ساعتين، وبيجي غالبا للناس الكبار في السن. ورابع نوع والاخطر وهو انخفاض ضغط الدم الحاد او المفاجئ الاكيوت هايبوتنشن، ودي حاله طارئه محتاجه تدخل طبي فورا قد تؤدي بالحياه، وبتحصل بسبب نزيف حاد او عدوى شديده. ونروح بقى مع بعض لطرق علاج انخفاض ضغط الدم وامتى تكشف وتروح للدكتور.
لو انت قست ضغط الدم ولقيته قليل شويه بس مفيش اي اعراض، فمفيش اي مشكله ومش محتاج اي علاج. كل اللي ممكن تعمله بس تتابع الرقمين دول كل فتره احتياطي. لكن بقى لو في اعراض ظاهره وبتعاني من مشاكل مع انخفاض ضغط الدم، هنا يبقى في كلام تاني. في الحاله دي لازم تكشف وتروح للدكتور عشان يعرف هل في سبب هو اللي ادى الى انخفاض ضغط الدم من ضمن الاسباب اللي قلنا عليها من شويه، ولا ايه اللي حصل بالظبط، ويديك العلاج المناسب. تعال بقى اقول لك على ايه الحاجات اللي ممكن تعملها في يومك واللايف ستايل بتاعك عادي جدا بعد ما تكشف، هتساعدك جدا انك تتخلص من انخفاض ضغط الدم ان شاء الله بعيدا عن العلاج والادويه. اول حاجه طبعا هي الدايت والرياضه. الرياضه والدايت، ايوه زي ما سمعت كده، التمرين والجيم مهم جدا. مش بقول لك انزل الجيم كل يوم كسر في الحديد وشيل اوزان تقيله جدا وانت عندك مشكله في الضغط، لكن هننزل الجيم 3 أو 4 أيام في الأسبوع وهنتمرن تمرينة شدتها متوسطة تكون مناسبة معانا. لو عملت كده هيساعدك جدا في تعديل وتظبيط ضغط الدم عندك. التمرين مهم جدا في النقطة دي عشان هو هيحسن من وظائف القلب عامة، ويقوي من عضلة القلب، ويحسن من الدورة الدموية، ويظبط لك الضغط بشكل عام. ده غير انه هيزود من عضلاتك ويحسن شكل جسمك. غير اصلا عاوز افاجئك واقول لك ان معظم الرياضيين بيبقى ضغط الدم عندهم قليل عن الطبيعي، وضربات القلب عندهم في الدقيقة بتبقى اقل من الشخص الطبيعي اللي مش رياضي، علشان عضلة القلب عندهم بتبقى قوية، فبالتالي مش محتاجة عدد الضربات ده في الدقيقة انها توصل الدم لكل الجسم. بأقل عدد ضربات ممكن هتقدر تعمل كده بسهولة. فالتمرين وتظبيط الأكل والأكل الصحي أول حاجة تفكر فيها. وأقول لك على شوية نصايح تاني كده برضو ممكن تعملها، زي إنك تشرب مية كويس جدا، ده هيقلل من الجفاف ويحسن من تظبيط ضغط الدم. وممكن تقلل شوية من الوجبة الواحدة وتزود من التكرار، ده هيحسن شوية من انخفاض ضغط الدم عندك بعد الأكل. ولو بتشرب كحوليات اقطعها فورا عشان الكحول هيزود من انخفاض ضغط الدم. وممكن تزود شويه او نسبه صغيره قوي من الملح في اكلك، ولكن يفضل تبقى برضو تحت اشراف طبي. وما تغيرش وضعيه جسمك بشكل مفاجئ، ما تبقاش مثلا نايم او قاعد وتيجي تقف مره واحده والعكس صحيح. وفي الاول والاخر ربنا هو الشافي، لكن احنا ما الا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه عشان نحسن من نفسنا وصحتنا ونحافظ على جسمنا اللي ربنا مديهولنا. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا على قد ما نقدر. ولو عندكم اي سؤال او استفسار او عاوزين نتكلم عن مواضيع معينه اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. وما تنساش جيت فيت with دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.